فيلمنا النهاردة بيبدأ بكان طول الرجل مترين، وكان في رقم قابل المقارنة مع النسبة الذهبية، وكان بيدي الحياة للمنطقة البحرية. بس هي ما كانتش تعتقد أبدا إن الخطر بيقرب منها خطوة بخطوة. وهم في عرض البحر طلعت لهم سمكة قرش كبيرة، بس قدروا يهربوا منها. وبعدها طلبت أرشي من شياوهو إنه يحط لها واقي الشمس. وفي اليوم ده جمعوا أصحابهم وخرجوا على البحر، وكان معهم أكتر من 3 بنات. واليخت كان في نص الطريق، وشياوهو على وشك إنه ياخد خطوة. ليو قال له أنت تعبان؟ فأرشي نزلت المية بس ما كانتش بتعرف تعوم، فنزل وراها شياوهو ينقذها يا اما تنقذه. فنزلت معاهم، وفجأة جالهم قرش حاولوا يهربوا منه، بس القارب كان بعيد جدا عنهم. وفي الوقت المناسب شاومي قدرت تهرب وتروح للقارب وجابت الشوكة. وبعدها طلع شياوهو وقرش في القارب وجالهم قرش، فضربت شياومي بالشوكة في المية. وكانت أرشي حصل لها خدش منه، فقطع رباط من هدومه وربط لها الجرح بيه، وكان لازم يمشوا. فشياومي قعدت تشد في حبل المرسى بس كان مربوط، فنزلت المية تفكه. وهم في القارب حسوا بحركة غريبة، وفجأة لقوا سمكة قرش بتهاجمهم تاني، وكانت هتقلب القارب بيهم. قرش قعد يضرب بالشوكة في المية، وبعدها شياومي قلعت قميصها وسدت الحفرة اللي عملها سمك القرش في القارب. وموجود في البحر نوعين من الوحوش، واحد بيلدغ أي إنسان ينزل المية، وواحد تاني أسوأ من الوحش. سابهم قرش في نص البحر وهرب ووصل لليخت، وجي يطلع عليه رجله اتزحلقت ووقع في المية. وهم في القارب هيموتوا من البرد والجوع، وشياوهو من البرد ما بقتش حاسة برجليها. قعدت شياومي تفرك لها فيها ورجعت تاني بسرعة حاسة بيها. وفجأة لقوا أسماك القرش بتهاجمهم مرة تانية، فخدت شياومي الشوكة وبدأت تهاجمهم بيها، لكن قلب القارب ففضلوا يعوموا. بس جرح شياوهو قعد ينزف، وأسماك القرش بتشم ريحة الدم. فجت سمكة القرش على ريحة الدم وحاولت شياومي تنقذها بس ما قدرتش، وكلتها. وبعدها لقت شياومي مسدس على محطة التزويد، فحطته جنبها ونامت. وفجأة سمعت صوت غريب فضربت بالمسدس، بس جه القرش على الصوت وكسر المحطة ووقعت في المية. وشياومي عرفت تنقذ نفسها من سمكة القرش وطلعت على صخرة موجودة في البحر، وبعدها لقت حاجة من جحها كلتها. فقعدت تدور على طريقة تعرف تنجي نفسها بيها في أسرع وقت. والحماية كانت بتعلى كل شوية والشعب المرجانية بتبقى أصغر. فجأة لقت برميل نفط طافي على وش المية، فنزلت المية جابته، لكن القرش حس بيها وفضلت تعوم لحد ما رجعت تاني على الصخرة. وكانت عاوزة تعمل خطة علشان تقضي عليه، فعورت نفسها ونزلت رجلها بالدم في المية ومسكت المسدس علشان أول ما يظهر تقتله، لكن جه من ورا ظهرها وهي ما شافتهوش، فرمت في بقه صندوق الزيت وضربت بالمسدس، فانفجرت سمكة القرش ورجعت تاني على الشط. وبس كده فيلمنا خلص النهاردة، وأتمنى إن هو يكون عجبك.